مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل كبسة. أول شي حنبلش فيه هو الدجاج. أنا سلقته نص سلقة، وهلأ بدي حطله الصوص وحطه شوي بالفرن لحتى يتحمر. أول شي حطيت بالكاسة شوية زيت مع معلقتين صلصة البندورة، رشة بهار دجاج ورشة كاري، بهار الكاري ورشة ملح، وهيك بنكون دهنا الدجاج وهلأ صار جاهز عنا لينحط بالفرن. ورجعنالكن. هلأ بدنا نبلش بالرز. حطينا شوية زيت بالطنجرة مع بصلة صغيرة فرمناها كتير صغير، وهلأ بدنا نقليها شوي. وهلأ بدنا نزيد الكاجو، قصة حلبة، ومنرجع منقليهم شوي حتى ياخدوا شوية لون. وأنا هون على جنب بكون حضرت راسين بندورة فرمتن هيك كبار حتى أعصرن وزيدن على البصل والقلوبات. وهلأ بدنا نزيد مرقة البندورة، وهلأ منزيد 3 كبايات من مرقة الدجاج. وهلأ بزيد ملعقة صغيرة من مرقة الخضار وملعقة صغيرة من بهار الكبسة. بتركن على النار ليغلوا لحتى سقط الرز. وهيك هون من بعد ما غليت المي حطينا الرز ومنتركن على النار ليستوي. وهلأ هون بدنا نعمل الصوص. حطينا ملعقة زبدة كبيرة، ملعقتين طحين، ومنقليهم شوي لحتى تسمر الطحين. وهلأ منبلش نضيف مرقة الدجاج شوي شوي ومنحرك. نرجع منضيف ومنزيد عليه رشة صغيرة من بهار الكبسة. وهيك بكون صار الصوص عنا جاهز. وهيك بتكون خلصت الطبخة معنا لليوم، الكبسة. بتمنى تجربوها، ريحتها كتير حلوة. وما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكم كل جديد.